برج القوس اللي راجع لحياتك فجأة في شهر أبريل 2026. مين اللي بيخليك تقارن حياتك اللي فاتت بحياتك الجديدة؟ ده انت كمان بيظهر لك حب جديد بيخليك واقف ومش عارف هو ازاي كان في حب كده قبل كده. هو ازاي انا معيشتش الحب اصلا قبل كده. بيخليك تستغرب من اللي بيحصل، بيخلي كل موازين حياتك تتشقلب. شهر ابريل مليان مفاجآت ومقابلات لناس غير متوقعة. بيخليك كمان تراجع حساباتك في حاجات كتير عملتها وحاجات كتير حصلت. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. ولو حسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك وانت مش من مواليد برج القوس، خليك معانا للآخر، يمكن تكون القراءة دي من حظك ومن نصيبك. طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ شوف، برج القوس مش هيسكت من هنا ورايح، وهو اصلا برج القوس مش بيسكت، يعني بيدي كل حد على دماغه، يعني ما بيسكتش، بيقول اللا بعلو صوته، ما بيستنيش. صح ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب؟ يعني برغم ان انت بتحاول تموت علاقة دلوقتي وهي علاقة انت شايف انها علاقة سامة وتعباك، برغم انك انت الحب مالي قلبك ومش عارف تعمل ايه. في حب جديد فعلا وبداية حب. وقولوا لي برضو في الكومنتات، وزي ما هتقولوا لي بتشوفوني منين دلوقتي، ها؟ في حب كبير في قلبك، انت مش عارف تقضي عليه، مش عارف تتخلص منه، حاسس ان هو خانقك من كتر ما انت مش قادر تتغلب عليه ومتقل طاقتك. انت حاسس ان هو خانقك يا برج القوس. صح ولا لا يا شباب؟ قولوا لي في الكومنتات، احب اسمع رايكم وحكايتكم. طيب الكروت بتقولك اتحرك بسرعة، ما تستناش، علشان في فرص كتير جاية حلوة ولازم تنتهزها كلها. وبيقولوا لك كمان بطل تفكر بسلبية، لأن السلبية والأفكار النيجاتيف أو السلبية بتاخد كتير من طاقتك وبترجعك ورا وبتشتتك عن هدفك. وكمان بيقولوا لك إن مفيش حاجة اسمها الخير والشر في الحياة، الخير والشر ده موجود في الناس اللي حوالينا، إنما الدنيا حلوة استمتع بيها زي ما هي. وبيقولوا لك كمان انك انت تقدر تكسب اي معركة لو بس سمعت لحدسك ولقلبك، تقدر تتغلب على اي حاجة صعبة يا برج القوس. طبعا برج القوس معروف ان حدسه قوي جدا. ممكن يحصل، خلي بالك الشهر ده، انا ما بحبش اقول حاجة سلبية، لكن خلي بالك من حاجتك، ممكن تتعرض لا قدر الله، يعني ممكن تتعرض لسرقة او لتصرف حد يعمل معاك موقف يضايقك من ورا ظهرك. خلي بالك وخلاص. احنا بنقول تبشيرات او تحذيرات، وجب عليا التبليغ من التحذير. اوكي؟ كمان الفترة دي فترة تغييرات في مزاجك، تقلب مزاج عندك، وحاول انك انت تحمي نفسك من التغيرات المزاجية. يعني مش كل شوية تلاقي نفسك متضايق تروح مطلع المضايقة دي في حد بيحبك حواليك يا برج القوس. كمان بيقولك ان انت خلاص تميت استشفاء قلبك، يعني الاستشفاء الروحاني اللي انت مريت بيه، وخلاص دلوقتي انت مستعد انك انت تبدأ حياة جميلة نظيفة، بداية حلوة مع حد فعلا يستهلك يا برج القوس. كمان خلي بالك ان في حد هيعمل لك لاف بومينج او هيظهر في حياتك فجأة. واضح ان دي طاقة جماعية، لان انا دي تقريبا خامس او سادس مرة يطلع لي فيها الكارت ده اللي بيقول ان في حد هيظهر في حياتك فجأة ويوريك الحب بكل الوانه. باشون، كمان في عندك حنين لأوقات حلوة كنت بتحبها، سواء كانت على الصعيد العاطفي أو على صعيد الصداقة. يعني في أوقات حلوة بتعيشها، حلوة قوي بتستمتع بيها. كمان في عرض جواز بيجي الشهر ده، لو انتوا ينفع يعني جواز أو زواج، بيحصل عرض ليك الشهر ده إن شاء الله يا برج القوس. ربنا يجعل القراءة دي من حظكم ومن نصيبكم وكل الحلو فيها. بس يا حبايب قلبي، في حد خانك قبل كده يا برج القوس وكسرت ثقتك فيه، انت مش عارف ترجعها تاني. خلاص ما تحاولش ترجعها، اللي بيخون مرة بيعيش يخون بقية حياته. بتقابل حبيب قلبك يا برج القوس الشهر ده، اللي بيكمل معاك بقية حياتك ان شاء الله. الله،
في مكالمة حلوة، مكالمة حب أو رسالة حب أو حد بيعبر لك عن الحب الشهر ده. يلا بينا ناخد رسالة من حبيبك اللي انت فاتح عليه القراءة النهاردة. بيقول لك أنا مشيت قبل ما انت تمشي وتسيبني. يعني هو عنده إحساس إنك انت طول الوقت هتمشي وتسيبه، صح ولا لأ؟ بيقول لك كمان انا مش عارف استوعب ازاي انت بتبقى مبسوط من غيري لما انت بتختفي، ازاي انت بتبقى اي حد نرجسي قوي شكله. بيقول لك كمان انا منجذب ليك جدا جدا، وبيقول لك انا بتمنى ان كانت الظروف تكون مختلفة. وبيقول لك برضو انا مش بعمل اي رياكشن او اي رد فعل لما الناس بتجيب سيرتك. وبيقول لك برضو احنا هنبقى مع بعض تاني. طيب ماشي، يلا بينا نشوف حبيبك وطاقته ايه. لا خلاص، هو يعني انت شكلك اديت كتير قوي يا برج القوس في العلاقه دي. انت كنت بتصرف على حبيبك ده ولا ايه؟ بتصرف عليه او بتجيب له هدايا؟ معرفش، انا شايفه انت اديت كتير قوي في العلاقه دي. هو دي اكتر حاجه مزعلاه، انك انت كنت بتدي حب، كنت بتدي هدايا، كنت بتدي فلوس. واضح يعني واضح. واضح كمان ان هو خايف من الانفصال والوحده. هو شايف ان هو هيرجع وحيد تاني وترجعه مكانه، لان انت سبته لوحده كتير قبل كده. عنده رعب منك، وبيقول ان هو متشكر للدرس الروحاني اللي انت علمته له. انت خليته بني ادم دكتور في الحب. محتار ومش عارف يعمل ايه، وعايز قرار. هو مش شايف انت هتعمل ايه، ولا شايف انت بتخطط لايه. طاقتك واضحه جدا ليا انك انت خلاص، يعني انت جايب اخرك. مشكلتك يا برج القوس الغيرة. الغيرة، الشكوك، النرجسية بتاعته، كل الحاجات اللي بيعملها معاك. انت خلاص جبت اخرك. حب اديت، فلوس اديت، هدايا اديت، ايا كان بقى، انت اديت كتير ما خدتش حاجة. فعلا قرار الانفصال في بالك، وفعلا بتقرر الانفصال بلا رجعة. بتقرر تقفل مرحلة خلاص، لان بيظهر في حياتك حد جديد يا برج القوس، كله حب وقلبه مليان حب زي ما قلنا، وبيغرقك حب بجد بجد. يعني انت حاسس ان خلاص، وما انتش زعلان على فكرة. انت بتنهي العلاقة دي وانت مش زعلان، لان انت بتقول انا اتعلمت دروس وكان لازم ده يحصل، ودي كانت علاقة قدرية والحمد لله على قد كده. كمان انت بتقول يا برج القوس ان هو متمسك بيا ليه؟ حبيبي ده انا خلاص، انا مش هقدر ادي تاني، انا اديت على قد ما استكفيت. انت كل اللي بتحلم بيه زي ما نقول هدوء نفسي. انت خلاص تعبت من كتر الخناق، تعبت من كتر الوش، راسك وجعتك خلاص. عايز كلامك هو اللي يمشي وبس. هتقعد وهتقول شروطك وهتقول كلامك، عجبه ما عجبهوش، كده كده في حد جديد داخل طاقتك كله حب. عنده حب كبير ليك، عمال يطلع لي كل ما بفتح يطلع لي. الموضوع بيحيرك جدا، وفي الاخر بتقول لا انا مش هكمل، انا مش قادر اكتر من كده. بتقول لا بعلو صوتك ومش بتقدر. حبيبك بقى هيسيبك بسهوله؟ لا مش هيسيبك بسهوله يا برج القوس، لان هو كده كده ماسك فيك بايده واسنانه. مش هيسيبك، انا بقول لك. بيحبك حبيبك بيحبك. بيحاول يجذبك ليه، لكن هو طاقيا حاسس انك انت مشيت. اوكي، هو حاسس بكده. حتى لو انتوا متجوزين وفي بيت واحد، هو حاسس ان انت مشيت، ومش عارف هيلاقي حد زيك فين يا برج القوس. هو شايف انك انت كنت اجمل حد عرفه في حياته، والموضوع عامل له رعب مش طبيعي. هل ده حقيقي ولا لا يا شباب؟ قولولي في الكومنتات بليز، وقولولي برضو بتشوفوني منين دلوقتي. يلا بينا بنسأل 3 أسئلة لمواليد برج القوس ونشوف إجابتهم سوا. هل لو انتم منفصلين في رجوع قبل آخر مايو 2026 ولا لأ؟ ايوه في رجوع. زي ما قلت لك مش هيسيبك حبيبك، ماسك فيك ومش هيسيبك. لو انت مش عايز تمشي ومفيش حاجه من اللي انا قلتها دي وبتقول لي لا يا سام الكلام ده غلط، انا بقول لك هو كده كده مش هيسيبك بسهوله. طيب اسال، حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف سوا اجابته ولا لا.
اللي انت عايزه هيحصل يا برج القوس، اللي انت عايزه هيحصل. ما تفكرش بسلبية زي ما قلنا في الرسائل، بلاش تفكير السلبي. شكرا حبايب قلبي برج القوس ونورتوني.